تعالي بس الاول كلمه سد النهضه ونقف قدامها شويه. تمام. اثيوبيا في حاله حرب مع اريتريا بقى لهم كتير، تقريبا من نص رمضان او من ليله رمضان، حاله حرب. اي ان موارد الدوله كلها، الحرب دي ما حدش معبرها على فكره ولا حد جاب سيرتها، وهم الطرفين ما حدش، الاثنين عاملين انتهاكات لحقوق الانسان، والاثنين عاملين جرائم حرب، والاثنين من هنا للصبح يعني. اسرائيل موجوده اصلا في شرق اثيوبيا من بدري بوحده مخابرات كامله. ولا استبعد ان تكون اسرائيل وراء حاله الصراع الذي تفجر من جديد ما بين اريتريا اللي كانت اصلا ارض صوماليه ثم استقلت بدعم مصري، وبين اثيوبيا. اريتريا لما انشئت وبقت دوله معترف بيها حرمت اثيوبيا من اي منفذ على البحر الاحمر. بالزبط. اصبحت اثيوبيا كتله بريه مقفوله زيها زي تشاد والنيجر وبتاع. وسد النهضه ده محتاج استثمارات وفلوس ومحتاج مليارات كتيره جدا، ما هيش عند الشعب الغلبان ده اللي اخر تقرير للامم المتحده بيتكلم فيه عن ان 2017 هيشهد مجاعه في اثيوبيا قوامها 40 مليون مواطن.